من هو أسامة الشهابي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على آله الأطهار المظلومين وعلى أصحابه الغر الميامين، وبعد. أسامة الشهابي هو رجل إذا اشتكى مسلم في الهند أرقني، وإذا بكى مسلم في الصين أبكاني. يعني هناك اتهام لكم بعدة تفجيرات طالت اليونيفيل، إن كانت بالكتيبة الفرنسية أو الكتيبة الإيطالية. يعني قضية اليونيفيل هي قضية سياسية كبيرة وليست قضية محلية، فهي تشبه قضية الحريري. ومعلوم بأن الذي يضع العبوات بالقرب من مخيم عين الحلوة يريد أن يورط هذا المخيم في هذه العبوات ضد اليونيفيل تحديدا. يعني ما هي الغاية من فتح ملف الفلسطيني ومخيم عين الحلوة وربطه بتفجيرات اليونيفيل؟ الإشكالات السياسية في لبنان وفي سوريا في المنطقة في غليان، فاليهود وغير اليهود من مصلحتهم في هذه الأيام أن تثور الساحة اللبنانية. جيد. ومن هذا على هذا المنوال ضرب اليونيفيل هو أساس لتحريك الوضع العالمي وليس يعني المحلي ضد لبنان، ضد الإسلاميين تحديدا. فكانت قضية ضرب اليونيفيل بالقرب من المخيم هي تهيئة سياسية من أجل اتهام هذا المخيم ودماره كمخيم نهر البارد. البعض اتهمكم بأنكم توليتم إمارة فتح الإسلام في لبنان بعد مقتل عبد الرحمن عوض، ما ردكم على ذلك؟ قيل، أنت قلت قيل، وهذا كلام غير صحيح، وهذا الكلام يعني عار عن الصحة أصلا. ولكن الإعلام وبعض الجهات في لبنان تريد أن تلزمني بهذه المسألة لأحداث أمنية وأحداث سياسية تخص هذه المنطقة، وهذا كلام لم نتمناه مطلقا نحن، ولكن هذا كلام إعلامي فقط. وكل إنسان في هذا المخيم وغير هذا المخيم إذا أراد أي نوع من الفتنة والإرباكات يقول هذا الكلام بأن أسامة الشهابي هو أمير فتح الإسلام من أجل فتح ملف مخيم عين الحلوة، لأني أنا موجود في هذا المخيم. البعض اتهمكم أنكم سافرتم إلى العراق، ما ردكم على ذلك؟ أنا لم أخرج إلى العراق، أنا موجود في المخيم وأصلي الجمعة في المسجد، ولكن لظروف أمنية اضطررت أن أختفي عن الأنظار، لأن يعني الأجهزة الاستخباراتية هنا في المخيم كان هدفها الأول إلصاق تهم كبيرة من أجل مآرب سياسية، كما قلت لك، من أجل مآرب سياسية تخص أجهزتهم الأمنية. لماذا يريدون أن إلصاق كل التهم بأسامة الشهابي؟ جيد. يعني قبل ذلك أقول لك نحن دعاة ونحمل رسالة عالمية، يعني نحن نريد تطبيق شريعة الله في الأرض، وهذا الأمر نحن نحمل فكر رباني، فكر إسلامي. هذا الأمر يؤرق بعض العلمانيين وبعض الذين لا يريدون شريعة الله أن تعلو في هذه الأرض، فيريدون يعني إلصاق التهم كلها من أجل يعني كسب مآرب شخصية لهم، أولا كسب مآرب شخصية لهم. ماذا يعني لك أمن مخيم عين الحلوة؟ يعني الله عز وجل قال لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. الأمن مطلب إسلامي أصلا، الأمن هو مطلب إسلامي، وخاصة يزداد خصوصية الأمن في هذا الشهر العظيم، شهر رمضان المبارك. جيد. فنحن كمسلمين لا نرعب أحد، يعني نحن كمسلمين الصورة التي شوه الإعلام العالمي والمحلي بها حملة الدعوة والمسلمين والمجاهدين هي صورة خاطئة. فنحن أحرص الناس على الناس، نحن أحرص الناس على أمن هذا المخيم، وأحرص الناس على وصول الدعوة الإسلامية إلى يعني المخيم وغير المخيم. فكل ما يقال بأن يعني نحن نريد إرعاب الناس، كل هذا كلام هذا غير يعني عاري عن الصحة. هل أنت داعي إسلامي فقط أم لك نشاطات أخرى؟ أنا قلت لك بداية نحن نعم دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ونحن يؤرقنا ما يؤرق المسلمين في كل العالم، في أفغانستان والعراق والشيشان وفلسطين وغيرها من المسائل. ولكن قلت لك بأن الأجهزة الأمنية كثير منها ماشي الحال في هذا المخيم وفي غير المخيم تريد يعني بحث مسائل أمنية وإلصاقها بنا من غير دليل. أنا أتمنى أن يكون هناك دليل واحد على هذه الاتهامات.
لا يوجد دليل واحد على أي عمل اتهمنا به في الخارج وغير الخارج، دليل واحد لا يوجد، أو نصف دليل حتى، أو شبهة لا يوجد، ولكن اتهامات، والإعلام يكفي هذه المسائل. اسمك مرتبط بتنظيم فتح الإسلام خصوصا بعد مرتبط بتنظيم القاعدة. جيد. هل هو فكرا ولا في شيء تنظيم؟ جيد. قلت لك أن فكرنا عالمي، فكل من يتبنى اليوم الصراع مع المشروع الصهيو صليبي يتهم تنظيم قاعدة. القاعدة أصبحت منهج اليوم وليس تنظيم فقط، فكل ما يتبنى صراع الصهيو صليبي ماشي الحال. الأمريكان والصليبيين احتلوا ديارنا. كيف تنظرون إلى الصراع مع اليهود وإلى مقاومة لبنان لإسرائيل؟ اليهود هم عدو أساسي، وهم محتلين أرض إسلامية وأرض مقدسة. اليهود قتالهم لا ينتضح فيه عنزان ولا يختلف فيه عاقلان. فاليهود هم مشروع أساسي عندنا لقتالهم. قلت لك مشروعنا لقتال المشروع الصهيو صليب العالمي. بإذن الله عز وجل نحن كمسلمين نعد العدة لهذا الأمر، لقتال اليهود ماشي الحال، والمشروع العالمي الذي يدعم اليهود ويطيل أمد اليهود ويؤيد اليهود. نحن نعلم بأن يعني سقوط هذه الدولة لا يكون إلا على أيدي المسلمين المتطهرين المتوضئين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. هذه بشارة. فالذين سيحررون فلسطين ويحررون المسجد الأقصى من دنس هؤلاء الطغاة هم المسلمون المتوضئون المتطهرون. وهذا الصراع نحن نتبناه بإذن الله عز وجل، ولكن عندما تحين ظروفنا بإذن الله عز وجل لكل حدث حديث. في كذا مسؤول أعلن أنه نحن نطالب أسامة الشهابي ونريد تسليمه للدولة اللبنانية. يعني الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نحن اتهمنا كثير من هذه اتهامات كثيرة، ولكن بغير بينة وبغير أدلة، كما اتهم غيرنا وعندما سجنوا تبين أنها ليس لهم علاقة بأي قضية. يعني نحن اليوم نعلم أي قضية الآن تحدث قضية في سوريا، في العراق، يعني اسم يذكر بهذه القضايا. لماذا؟ هم يعلمون أن نعيش في هذا المخيم، يذكر اسم لمآرب، قلت لك مآرب سياسية ومآرب أمنية، لكي يبقى الوضع هنا كيف متأجج بذكر اسمنا، أنه الاسم مرتبط بأي قضية عم بتصير. لماذا؟ الأجهزة الأمنية تريد هذا الأمر، أو يعني جزء كبير من الأجهزة الأمنية تريد إلصاقنا تهم نحن براء منها بغير بينة قطعا. لا يوجد أي بينة إلى يعني اتهام كثير، اتهمنا تهم، ولكن يعني في يوم من الأيام اتهمنا أننا ضربنا تلفزيون المستقبل بصواريخ ب 2003، ثم تبين خلاف ذلك، واتهمنا غيرها اتهامات كثيرة، ثم تبين خلاف ذلك من الأمور. ما هي رسالتكم إلى أهالي مخيم عين الحلوة؟ يعني أقول لهم: مبارك عليكم هذا الشهر العظيم بداية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا الأمن والإيمان في هذا الشهر العظيم، ونقول لهم: لا تصدقوا كل الشائعات. فكثير من القيمين على هذا المخيم مرتبطين بأجهزة، فأقوالهم يعني تدل على أفعالهم. يعني كل إناء بما فيه ينضح، كل إناء بما فيه ينضح. فالذي عنده مشكلة يريد أن يحولها إلى غيره من اتهامات، يعني الأولاد الصغار لا يصدقونها. لكن سبحان الله، فأقول لأهل هذا المخيم أن لا يصدقوا أي أشاعة تقال خاصة على الإعلام، وأن يحذروا من الفتنة المرتقبة. العيون كلها متوجهة إلى هذا المخيم، ويريدون الدخول في فتنة كبيرة عن قضية اليونيفيل في هذا المخيم. فأقول لهم الحذر من إشاعة وتصديق هذه الإشاعات، لأن هذا خطر على أهلنا في مخيم عين الحلوة، ونحن لا نريد لأهلنا في المخيم إلا الأمن والإيمان، وأن يعيشوا بصدق، وأن يعيشوا يعني معززين، لكي يهيئ لنا الله سبحانه وتعالى أن نعود إلى بيت المقدس ويعني أكنافه محررين أرض فلسطين من دنس اليهود. هل يتعاون فعاليات مخيم عين الحلوة معكم في حل أي قضية أمنية؟ يعني منذ أشهر حاول اللين دخول إلى بيتي واغتيالي، فجرح 5 جرحى يعني بريئين من أي مسألة، ورجل قطعت رجله أو أصابع رجله. لم يطرق بابنا أي رجل من فعاليات هذا المخيم، والقضية انتهت وكأن الذين جرحوا هم يعني أغنام أو غيرها من المسألة. لم يدخل أحد بهذه المسألة ولم تأخذ القضية حجمها. فأنا أقول
للأسف الشديد ماشي الحال بأن الفعاليات في المخيم مقصرين في هذه المسألة. أقل المسائل أننا إذا اتهمنا أو غيرنا في أي يعني اتهام، الأصل أن يأتوا ويتبينوا مننا. نعيش في مخيم واحد، لم يطرق بابنا أحد ليتبين هذه الاتهامات التي اتهمنا أحد. يعني أقول لك لا إسلاميين ولا غير إسلاميين، لم يطرق بابنا أحد لتبيان هذه المسألة. يعني في مشكلة عظيمة سبحان الله، وكأن يعني لا أريد أن أتكلم بهذه المسألة، لكن يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. لا أقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. في تقصير كبير من الفعاليات تجاه علاج المسائل، إنما يعطينا حبوب مهدئة فقط، ليس هناك علاج أساسي للمشاكل التي تحدث. اتهمتم منذ يومين بمحاولة اغتيال قائد الكفاح المسلح اللينو في مخيم عن الحلوة، ما ردكم على ذلك؟ يعني الحقيقة أني لم أعرف اسم هذا الشخص المعتقل عمر إلا من خلال الإعلام. يعني رجل عمره 15 عاما، حققوا معه أكثر من 5 ساعات في المخيم، وضربوه وعذبوه ولم يذكر اسمي. وفي نهاية المطاف سمعت من جهات أمنية في المخيم بأنه ذكر اسمي. والآن هذا الشاب موجود عند استخبارات الجيش. هذا الشاب يعني إذا أرادوا سماع الحقيقة منه بغير تعذيب فليسألوا عندهم. فإذا قال بأني أنا من بعثته ليضع هذه العبوة، إن صحت العبوة أولا، إن صحت وجود هذه العبوة، فإن قال هذا الرجل يعني فليصدقوا هذا الأمر، ولكن لا يضغطوا عليه، لأن قلت قبل قليل بأن اسمي يذكر في أي قضية، ومن هذه القضية ذكر اسمي في هذه المسألة. وقلت كذلك لك بأننا لا نريد أصلا يعني افتعال مشاكل في هذا المخيم، وإلا لكنا رددنا عندما هجموا إلى ديارنا، إلى بيتي، وجرحوا 5 من أهالينا. نحن أكرر لك، نحن نريد الإيمان والأمن لهذا المخيم، لا نريد تعطيل مصالح الناس، لا نريد أن يعيش الناس في خوف. نحن يعني عشنا في ظلام في هذا المخيم ما الله به عليم. فكل ما يقال هذا ما هو إلا عنتريات إعلامية وعار عن الصحة. والرجل كما قلت لك موجود عند المخابرات الآن، فليسأل عندما يعطوه الأمان، فليسأل، وإذا تكلم فحسبنا الله ونعم الوكيل. أنا أنفي هذه المسألة وأقول ليست لي أي علاقة بهذا الشخص الذي لا أظنه إلا بريء. طيب يعني بالأمس وعد قائد الكفاح المسلح اللينو المخيم عن الحلوة بإخراجك من الجحر كما قال. يعني هل تريد أن تعلق عن هذا الأمر؟ يعني سبحان الله، أقول نحن لا نعيش في جحور، بل نعيش في يعني المسلم يعيش في عرين بإذن الله عز وجل. كيف؟ يعني وهذا الكلام الذي يتكلم به لا يتكلم به إنسان يحمل مسؤولية سياسية أو مسؤولية أمنية. يعني أنا أصلي بإذن الله في المسجد وأخرج من عريني بإذن الله وليس من جحري، فالمسلم لم يتعود أن يعيش في جحر بإذن الله عز وجل.